شركة البذور الممتازة سوسام بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الفلاحين قمنا اليوم هذه المعاينة باش نقفوا على حقيقة ما يقال عن ارتفاع الإنتاجية نتاع البذور الموردة. احنا كفلاحين تقتطع آليا على كل قنطار قمح من عندنا 430 مليم بعنوان إحصاء تحال إلى البحث العلمي، ولكن البحث العلمي في المجال الفلاحي كما هو الحال في كل المجالات، البحث العلمي ما عطاناش نتيجة. احنا كفلاحين فيما يخص البذور ما عطاناش مشاتل اللي تتلائم مع التغيرات المناخية، مع نوعية التربة وما إلى ذلك. هذا اللي يخلينا احنا نتلزوا كفلاحين في أن نلتجئ إلى البذور الممتازة الموردة، علها تعطينا الفارق اللي احنا المنكجاني اللي احنا ماناش قادرين باش نخرجوه من الأرض. واليوم هنا جينا باش نعاينوا، وكنا في مرحلة سابقة أثثنا كذلك معاينة حين الطلاج ما يسمى بالتجدير. جينا شفنا وأحصينا التجدير هذايا هي الولادة، وبصراحة كانت ممتازة. بالنسبة للولادة كانت ممتازة، وتأكيد هذا الامتياز إن شاء الله ما نشوفوه اليوم لما نشوفوا بلغة الفلاحة القطع، يعني أو بلغة المثقفين الإنتاجية والمردودية. إذن هنا مش نشوفوا وهنا مش نقفوا على حقيقة أمر البذور الموردة، وسيكون لنا حديث على أثر هذه النتائج. يعني البذور الممتازة تحدث عليها شركة البذور الممتازة هي موردة؟ هي موردة بطبيعة الحال، هي بذور فرنسية المصدر. احنا عندنا توا بذور فرنسية وبذور إيطالية، وما عندناش بذور تونسية قادرة باش تنافس نظريا هالبذور هذه. اليوم احنا مش نتأكدوا إذا كان بالفعل مش تعطينا منتوجية مرتفعة، يعني إنتاجية مرتفعة. احنا وين ربحنا وين احنا، وين ربحنا وين احنا. وفي الحالة هذه نأسف على اقتطاع 530 مليم اللي يقتطعوا فيها من أجل البحث العلمي.